بطلت انتخب وسايب لكم المكان. مش عايز صداع، انا عايز انام. راح اروح البيت وطرقع لبان. فعلا انا خايف على بلدي زي اي انسان. كون ان يمشي مرسي انا مش زعلان، لكن خايف يحكم بلدي واحد حيوان، والشرطة تاني تنطلق في الشارع كالغيلان، والفساد يبقى عنوان للمكان، يبقى دم الشهيد اللي مات كأنه مكان، ويبقى صوت الثورة راح زي الدخان. خايف لا تبقى العلمانية عنوان في السطور، وبدل ما يتكتب التاريخ بالنور ويقولوا علينا أبطال العبور، يضحكوا علينا ويقولوا شعب منصور، وهي في الحقيقة عودة للغرور، علشان نختم البشوات ونخلي الفلول مسرور. يعني في النهاية شعب بقينا عبيد بس بطرطور. عايز اقول ازاي عبد المجيد رجع للمكان، واللي قتل بلال خد براءة من زمان، وازاي يكون العدل يتوزن بالمثال، ويبعد دايما عن كفة الغلبان، وينصر كل الفلول اللي في اللمان. انا مش مع الاخوان، لكن من الاحرار اللي طلبوا ان رئيسي يكون من الاخيار، ولما انتخب ياخد صوتي في الاعتبار، مش كل ما تنتخب يعيدوا تاني القرار. والغريب اننا بنعتبر ده انتصار ازاي وانا امبارح قررت الدستور. انتصار ازاي وانا امبارح قررت الدستور، والنهارده جايين يكشفوا المستور، والرئيس اللي انتخبناه قاعد في البيت مجبور، ونرجع تاني نبتدي من اول السطور. هو الكلام ده مش بفلوس الشعب الغلبان؟ يعني اللي صرفناه كام مليار كانوا يأكلوا كام جعان. عايز لما اخش اسم الشرطة يضرب لي سلام، ويقول لي يا مواطن يا مصري اقعد هنا في المكان، وانت يا اجنبي استنى دورك بعد المصري الانسان. عايز لما اعمل مصلحة ما ادفعش رشوة، ويوم ما اقول يا خدمة الاقيها خالصة. يعني الخلاصة عايز اكون انسان زي الشعب في اي مكان. مصري انا مش حيوان. تاريخ يشهد ان للحضارة عنوان اسمها المصري في كل زمان ومكان. شايف امل في عيون الناس وحسن في عيون ناس تانيين، مش عارف افرق بينهم لانهم كلهم مصريين. لكن اتمنى لكل المصريين ان بكرة يكونوا احسن من ملايين، ويلاقوا نفسهم ويبقوا كالبشر عايشين، ويحلموا ببكرة ويقولوا ان احنا رايحين مش جايين، ويكونوا مش محتاجين، والرئيس يكون منهم من الغلبانين، ويكون راجل ويحب كل المصريين، ويبقى سيف على كل المفسدين، ويسمع للمظلوم حتى لو كان من المساكين، وياكل حلال ويتقي الله في المصريين. هنا بس احس ان الثورة انتصرت وبقينا بجد مصريين.